On May 7, 1931, the most sensational manhunt New York City had ever known had come to its climax. After weeks of search, Two-Gun Crowley, the killer, the gunman who didn't smoke or drink, was at bay, trapped in his sweetheart's apartment on West End Avenue. هو أنا آخر مرة لما كنت عند ماما اديت لها شهادة ميلادي ولا سبتها معايا؟ They chopped holes in the roof. They tried to smoke out Crowley. كيف كده؟ كيف هنا؟ ولا هنمشي؟ كيف كده؟ كده؟ كيف كده؟ عايزين تعرفوا انا ازاي اتحولت من شخص بيكره القرايه وعمره في حياته ما كمل كتاب لشخص بيقرا 3 كتب في الشهر؟ تعالوا احكي لكم. انا يارا وده بلانيت واي، بعمل فيديوهات عن اي حاجه بكتشفها في حياتي تسهل عليا الدنيا، تخليني انجز في اي حاجه، سواء في البيت، في الشغل، في صحتي، في جسمي، في شكلي. النهارده عن عقلي وتنميه افكاري. لو حابين النوع ده من المحتوى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، هيكون في فيديو ان شاء الله كل اسبوع عن توبيك مختلف او عن موضوع مختلف. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت لو الفيديو ده عجبكم. يلا بينا نبدأ. احكي لكم عني سريعا. بما اني عارفه اهميه القرايه، حاولت احب القرايه، حاولت احب الكتب، حاولت احب شراء الكتب، حاولت احب اكون الشخص اللي دايما قاعد على جنب بيقرا كتاب، حاولت اكون الشخص اللي بيحب يشم ريحه الكتب، والشخص اللي بيجمع كتب، واللي عنده مكتبه قد كده وكلها كتب هو قراها، تحس كانه شخص مثقف. فشلت فشل ذريع. بشتري كتاب، بفضل اول كام يوم كده ماسكاه معايا في كل حته ورايحه وجايه بيه، بس بقى البنت هتقرا وايه مش هتسيب الكتاب. دوبك اقرا اول كام صفحه من الحماس اللي عندي عشان لسه جايبه كتاب جديد، وبعدين صحراء. هتلاقي باي حاجه بقى افضل بص على الناس اللي معديه اتفرج عليها، اقعد اغني في دماغي، افكر في حاجات، افكر في اللي ورايا. ما قدرت ان انا افضل مركزه في كتاب كده بفتره طويله، ما عنديش. ولكن ده برضو ما خلانيش ايأس، عشان انا عارفه اهميه القرايه وعارفه انه في كتب كتيره قوي في مجالات كتير قوي تقدر تساعدني ان انا اطور من نفسي يعني اسرع، سواء بقى كان على مستوى الشخصي او مستوى المهني. لو ببدأ مشروع جديد، لو ببدأ فكرة جديدة وداخلة في عالم جديد، عايزة كتب يعني اتعلمني وتديني كده نصايح كويسة، محتاجة اقرا. طيب اعمل ايه بقى؟ فمن سنة كده تقريبا نزلت ابلكيشن اسمها Audible. ده شكل الابلكيشن دي عبارة عن كتب صوتية، يعني اوديو بوكس. يعني بدل ما انا اللي بقرا الكتاب معظم الوقت، يعني لو كتاب حلو او كده بيكون الكتاب هو اللي بيقراه. ساعات بيكون في ناس ثانيه اللي بتقراه يعني، بس معظم الاوقات بيكون الكاتب هو اللي بيقراه. تخيلوا معايا الكاتب اللي كتب الكتاب ده، واصلا هو يعني كل كلمه فيه كان كاتبها من قلبه قوي وهو بيقراه لحد، هيبقى بيقراه بطريقه عامله ازاي؟ في حماس في صوته، يعني تحس ان هو بيحكي لكم قصه، مش ان الموضوع مش بيصم كلام، لا هو اللي عارف يعني هو عايز يوصل ايه من الكتاب ده. فبالتالي لما هو اللي يجي يقرا الكتاب، هو هيبقى عارف امتى يركز قوي وامتى صوته يعلى وامتى يوطي، يعني كانه قصه، كانه فيلم او كانه راديو، بس في بقى كتاب انت فعلا بتتابعه كده. لاي حد بيفقد تركيزه وهو بيقرا زيي، ان احنا نسمعه دي فكره عبقريه، لان زي ما بقول لكم الشطاره الناريتور او الشخص اللي بيقرا في ان هو دايما يخليك مركز معاه، ودايما يخليك مش عايز تقفل الكتاب. وكمان مش لازم اكون دايما بقى ماسكه الكتاب وقاعده في حته، انا ممكن اسمعه وانا في العربيه في الزحمه، ممكن اسمعه وانا قاعده مستنيه عند دكتور، دنيا زحمه، في كيو، اي حاجه في العادي كانت بتاخد وقت طويل ومستفز، وقت ميت المفروض مش بعمل فيه حاجه، مستنيه دوري او كده، بشغل الكتاب ومش ببقى عايزه اقوم اصلا من كتر ما انا ببقى بدخل جوه المود قوي، ببقى عايزه اعرف ايه اللي هيحصل او اعرف اكتر او الكلام ده، مش ببقى عايزه اصلا اسيب الكتاب او اقوم يعني او ابطل اسمعه. فبيخلي كمان الوقت السخيف اللي بيعدي عليا ساعه وانا في العربيه واقفه في الزحمه بيبقى مسلي جدا وبيفتح المخ. طبعا معظم الكتب بالانجليزي، في كتب عربي او كتب انجليزي يعني متعربه، بس انا عمري الصراحه ما تعمقت فيها قوي. ولكن الانجليزي بيبقى مفهوم نوعا ما، يعني الشخص اللي بيقرا بيبقى كلامه واضح، وممكن تسرعه وتبطئوا سرعه القراءه، يعني ممكن لو هي سريعه بالنسبه لكم ممكن تبطئوها. ولو حد لسه مثلا بيقوي الانجليزي بتاعه، وانا حاساه فرصه حلوه قوي ان انتوا كتر سماعكم للغه وكلام
الاكسنت وكده كانه درس انجليزي نوعا ما. برضو دايما بيقول لك اتفرج على افلام انجليزي عشان تقوي اللغه بتاعتك، نفس الحاجه تسمعوا كتاب مفيد وفي لغه مفيده. في كتب بقى عن كل حاجه واي حاجه، هي زي موسوعه كبيره جدا فيها كل حاجه. انا مثلا دلوقتي انترستد في كتب عن entrepreneurship businesses واي كوميرس، فده الحاجات اللي انا بنزلها اكتر حاجه وبتفرق بجد، لان هي مثلا بتكون من ناس مرت اللي انا مريت بيه، فانا الكلام بالنسبه لي ايوه صح ايوه صح. بتحس ان انا مش عايزه اعرف الشخص ده عمل ايه او ازاي اتعلم او ازاي انا ممكن اتعلم من اخطائه واطور من نفسي. ومش بس تطوير من نفس، كمان في كتب عادي يعني في فيكشن او قصص او يعني روايات وحاجات entertaining اللي هي بس مسليه ما فيهاش اي نوع من انواع الاديوكيشن. يعني كل حد بقى واللي هو بيحب يقراه او اللي هو بيحب عامه يعرف عنه اكتر. كمان الحاجات اللي بحب قوي اسمعها هي كتب عن المنتل هيلث او الصحه العقليه، بتديك بقى تبس عن يعني الستريس والانكزايتي وازاي الواحد يمانج وقته ويحاول كده ما يفقدش اللي هو من الاخر يعني ازاي ما تجننش. غير الكتب بقى كمان في حاجه اسمها بودكاست يعني حاجه زي برنامج بس برضو يعني صوتي مش متصور. البرنامج ده بتبقى يعني حلقات صغيره، كل بودكاست ليها موضوع. يعني في بودكاست تتكلم على برضو البيزنسز، في بودكاست تتكلم برضو على الصحه النفسيه، بودكاست تتكلم على الامومه، ايا كان التوبيك. وكل حلقه بقى بتبقى بتناقش مثلا موضوع معين بتكون صغيره، ممكن كمان يبقوا معاهم ضيوف ليهم علاقه بالموضوع ده، فبتبقى برضو مسليه قوي ومفيده جدا. الصراحه يا جماعه الفيديو ده مش سبونسرد خالص ومش اعلان. بعت لهم ايميل قلت لهم يعني ان انا بحب الاب وعايزه برومو كود للفانز بتوعي، مرضوش عليا. فبرضه زي الكلب عادي بتكلم عن الموضوع عشان هو بجد انا فعلا في حياتي، فانا عايزه افيدكم. بصوا الاب دي نظامها غريب شويه بس صدقوني هو بجد يستاهل. الاب دي باشتراك 260 جنيه في الشهر. لو فكرتوا فيها يعني ان هو اشتراك لاب من ابل ستور ب 260 جنيه لا كتير، بس لو فكرتوا فيها انه هتوفروا كام كتاب يعني بجد هي يعني 8 خروجه. الاشتراك ده بقى بيديكوا اكسس انليميتد لكتب كتير قوي هم عندهم يعني في اللايبرري بتاعتهم، تمام. بس معظم الكتب الكبيره المشهوره النيويورك بيست سيلرز والاوثرز الكبار والكتب اللي هو انتم اصلا مشهورين يعني هتبقوا عايزين تشتروهم عامه بيبقوا حاجه اسمها كريدت، كانه بيديك كوينز كده يقول لك اشتري بيها كتب من عندنا. فكل شهر مع تجديد الاشتراك بيديكوا 1 كريدت تجيبوا بيه كتاب. مش عايزين تجيبوا الشهر ده كتاب سبيشال عادي بيفضل معاكم الكريدت ده، الشهر اللي بعديه يبقى عندكم كريدت كمان. والكتب بتبقى ب1 كريدت وما ينفعش تشتروها بفلوس. ساعات بكون خلصت الكريدتس بتاعتي وعايزه اجيب كتاب تاني حلو مش بعرف، لازم استنى الشهر الجاي اول ما ينزل لي كريدت واجيب الكتاب ده. قبل ما تشتروا كتاب وتخلصوا الكريدت بتاعكم ممكن تعملوا سامبل، انتوا تسمعوا حته من الكتاب. كل الكتب بيبقى ليها كام دقيقه حوالي 5 دقايق كده سامبل تسمعوها، مثلا تشوفوا بقى طريقه كلام الاوثر الناريتور بيتكلم بسرعه بطيء ممل، طب اصلا كلام الكتاب ده انتوا ده اللي انتوا عايزينه ولا لا، ولا هو بيتكلم في حته تانية خالص عكس مثلا اسم الكتاب او الشرح. فتقعدوا انا بقعد اسامبل 50 كتاب قبل ما اختار واحد واجيبه بالكريدت بتاعي. بس ف 260 جنيه كل شهر ليكوا كتب كتير قوي وكتاب واحد كل شهر يعني سبيشال او كتاب كبير معروف. لو فكره الاب دي عجباكم وعايزين تشوفوا نبذه منها كده بحيث تقرروا عجبكم الفكره ولا لا، في ابلكيشن عندنا على كل، لو انتوا يعني ايفون يوزرز، في ابلكيشن عندنا على الموبايل ناس كتير قوي ما تعرفش عنها وهي كنز، اسمها ابل بودكاست. ابل بودكاست دي ببلاش وعليها كميه بودكاست للبرامج اللي قلت لكم عليها من شويه. والحلو فيها بقى ان هي عليها كمان صناع محتوى عرب، يعني هتلاقوا بودكاست كتيره بالعربي مصريين وغير مصريين، فهتبقى اللغه بالعربي وبودكاست ريليتبل عشان هما يعني في العرب زينا، فهتلاقوا الكلام مش غير بقى ما تسمعوا عن حد بره مصر وكده تحسوا ان احنا بعاد قوي عنهم. ففي كل حاجه في عربي وانجلش وكده. اسمعوا بودكاست على ابل بودكاست ببلاش. عجبتكم الفكره وحابين بقى تتعمقوا اكتر وتجيبوا كتب وكده نزلوا الاب، واي ثينك بيكون في فري مانث ترايل، بس لو مش هتجيبوها دايما افتكروا انتوا تكنسلوا علشان هو وانس عدى شهر بيسحب المره اللي بعدها على طول.
بس كده فيديو سريع، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، يا رب الفكره تعجبكم. هحطلكوا تحت في الديسكربشن بوكس لينك للاب دي واديكوا عليها على طول. وكمان حابه من الكتب اللي انا حبيتها جدا وبرشحها لكم، ولو انتوا عندكم كتب حابين ترشحوها لي برضه بليز اكتبوها في الكومنتس. متنسوش لايك وكومنت وسبسكرايب وشير وشهيصوني كده. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.